عيلة الشيروماتسي بتبتدي تتحرك في الخباثة وبتروح تقتل عيلة السيزو واحد ورا التاني. فيلمنا بيبدأ بواحد اسمه نيك وهو قاعد في السجن بينظف الحمامات، وفجأة وهو بينظف لقى واحد متعلق في السقف وده اتحكم عليه في الشايب بالموت. راح بسرعة علشان ينقذه، وأول ما أنقذه الضباط مسكوه وابتدوا يعذبوا فيه علشان اتدخل في اللي ملهوش فيه. وبعد ما فضلوا يضربوا فيه قرروا يحبسوه لوحده مع الراجل اللي كان مشنوق، ويبتدوا هما الاتنين يتعرفوا على بعض اكتر، مع ان نيك ما كانش بيتكلم ياباني بس هو فهمه وعرف ان الراجل ده زعيم عصابة كبير. وفي وسط كلامهم هما الاتنين كيوشي بيحاول ينتحر. نيك ابتدى يساعده بقدر الامكان ان هو ما يموتش او ينزف، ونقلوه على المستشفى فورا. وبعد الموضوع ده بكام سنة نيك خد براءة، واول ما خرج من السجن لقى رجالة كيوشي مستنينه بره، والرجاله دول ودوه لعيله كيوشي وهم عيله الشيروماتسو. عرضوا عليه ان هو يشتغل معاهم، وكمان عرضوا عليه ان هو يروح يخلص لهم صفقه، وفعلا خلصها لهم. ده مش بس خلص الصفقه، ده خلص على الراجل كمان. وبعد ما حقق لهم كل اللي هم عايزينه ابتدوا يحتفلوا بيه، وفجاه دخلوا عليهم عصابه اليوميتسو وابتدوا يتريقوا على نيك وعلى اللي عمله، ما هو سمع في المنطقه. وابتدوا يحذروا الناس ان هم مالهمش اي علاقه باي عمليه زي كده تاني. وقبل ما يمشوا نيك ضرب واحد بالازازه على دماغه، وبسرعه لحقوا الموضوع قبل ما يكبر ويبقى فيه دم كتير. وفي يوم من الايام نيك خد كيوشي وراحوا يسهروا سهره حلوه، وهم في المكان ده ابتدوا يسالوا على صاحب المكان وازاي فتح المكان ده من غير اذنهم. صاحب المكان جه وقال لهم محدش ليه دعوه هنا، وبالذات الواد الامريكي اللي اسمه نيك ده. نيك طبعا ما عجبوش الكلام ومسكوا ده ضربه وده غزه بالسكينه. وبالليل وهم قاعدين في النايت كلاب مبسوطين جه واحد صاحب كيوشي بيقول له هو انت ايه اللي مخليك تثق في نيك؟ قال له نيك انقذ حياتي في السجن وانا اثق فيه ثقه عمياء. بعد شويه كيوشي بيشوف اخته بترقص فبيروح لها وبيزعق لها وبيطلب من نيك انه ياخدها ويروحها لحد البيت. ومن اليوم ده اخت كيوشي اعجبت بنيك جدا. وتاني يوم كيوشي قال لنيك انت هتراقب عمليه نقل السلاح، ومش عايز اي حد من صحابي او عيلتي يعرف الكلام ده، وخلي بالك العملية دي خطيرة جدا بس فلوسها كتيرة، ومفيش أنسب منك يقدر يعمل العملية دي. راح فعلا نيك للمخزن بس ما لقاش حاجة. ليه؟ عشان عصابة تانية جت قشطت المخزن كله وخدت البضاعة ومشي، بس سابوله 2 علشان يخلصوا عليه. بس نيك مش سهل، مسك المسدس وقتل 2 منهم. رئيس عصابة الشيروماتسي بيتضايق لما بيعرف اللي حصل، ويعرف ان نيك قتل 2 وده هيدخلهم في صراعات مع العصابة التانية. كيوشي بيشرح ان نيك ما كانش قدامه فرصة غير انه يعمل كده علشان يدافع عن نفسه، الا وكان ممكن يموت. ساعتها قرروا علشان الدنيا تفضل على مية بيضة كيوشي ونيك يقطعوا صوابعهم ويقدموها لعيلة السيزو كنوع من الندم ونوع من التصافح والتسامح. في اليوم اللي بعده راحوا الغابة علشان يمارسوا طقوسهم العائلية ويحتفلوا ان نيك بقى واحد من عيلتهم. وفي اليوم ده كيوشي بيروح لنيك وبيقول له انا عارف اللي بينك وبين اختي، ينفع تسيبها علشان انت كده هتعرض حياتك وحياتها للخطر؟ وبيقول له ما تقلقش انا هعرف اتعامل. وبيسيبه وبيروح على بيتها، واول ما بيخش عليها بيلاقيها مضروبه، فبيقول لها مين اللي عمل فيكي كده؟ فبتقول له هيروتشي علشان ما رضيتش اقعد معاه. فتعصب جدا وقال لها انا هروح اقتله. قالت له لا ما تروحش، وخافت عليه جدا ومنعته. وبتقول له انا عايزه اقول لك خبر وده ممكن يمنعك. لا قولي. قالت له انا حامل وابنك جاي قريب. نيك بيتصدم جدا وبيحس لأول مرة إنه مسؤول، وبياخد بعضه وبيروح لكيوشي علشان يقول له إن أختك حامل مني. فانصدم جدا وقال له خد السيف ده واحمي نفسك واحميها من أي خطر. وفي يوم من الأيام العصابة راحت تشتري بدل جديدة وكان معاهم الزعيم. وأول ما نيك حس إن الزعيم طول إن هو بيقيس البدلة دخل لقى إن في حد بيحاول يقتله، ونيك في الحالة دي أنقذ الزعيم. وهم ماشيين وخارجين من المكان ده بيلاقوا رجاله كتيره بيحاولوا يقتلوهم، ونيك برضه انقذ الزعيم مره تانية. بس كيوشي المره دي هو اللي مات بسبب ان في رصاصه جت في رقبته. عيله الشيروماتسي بيتجمعوا كلهم وبيقولوا ان هيروتشي هو الخاين، واكيد اللي ضرب نار ده من عيله السيزو. بس الزعيم ما كانش عايز يصدق، وكان عايزهم بس يركزوا ان هم داخلين في حرب مع عيله السيزو. اخت كيوشي بتروح لنيك وهي مصدومه ان اخوها مات وخايفة انه يحصل في نيك زي ما حصل في اخوها. عيلة الشيروماتسي بتبتدي تتحرك في الخباثة وبتروح تقتل عيلة السيزو واحد ورا التاني.
خطتهم كان ماشية حلاوة لحد ما جات لهم رسالة إن قائد عيلة السيزو عايز يقابل الزعيم، وفعلا الزعيم بيوافق إنه يقابل القائد. وأول ما العيلتين وقفوا قدام بعض قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا لهم احنا مش عايزين حاجة، بس انتوا اللي ابتديتوا العداوة. وفجأة هيروتشي خرج من جنب عيلة السيزو وابتدى يقول للزعيم ما تقلقش، انا هاخدك في حضني دلوقتي. اول ما خده في حضنه طلع الخنجر من جيبه وقتله في ظهره. وابتدوا عيلة السيزو يقتلوا واحد ورا التاني في عيلة الشيروماتسو، ده حتى الحكومة كانت مع عيلة السيزو. ونيك وهو مصاب راح لبيت عيلة السيزو لوحده، واول ما بيخش بيلاقي هيروتشي هناك وبيستأذن القائد انه عايز هيروتشي في كلمة لوحده على جنب. وهما بيتكلموا مع بعض نيك راح مطلع سيف من جنبه وذبح رقبة هيروتشي. القائد قال لهم محدش يتحرك وسيبوه يمشي. رجع نيك لبيته وهو مبسوط انه قدر ياخد حق الزعيم وحق كيوشي. واول ما دخل بيت حبيبته الناس واهله انحنوا ليه وانحنوا للزعيم الجديد. بس كده الفيلم خلص. لو عجبك الفيلم متنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.